وما تديش يوم الرب يروح يشخبط لك الست الهم، واول ما تقول يا رب يقول لك كم انا اديتك التجربه دي عشان تقول يا رب. قلت هو لولا الصلاه بتاعتنا، لولا الحرب كنا هنصلي. الانسان اللي فيه قوه الملكوت في داخله يصلي مع كل الظروف، مع كل الاحوال، في كل حال، في كل الاحوال يشكر ربنا على النتيجه زي بتاعت الاخ كده في كل الاحوال. قالت لما تيجي تصلي معايا في الكنيسه، قال لها اصلي معاك في الكنيسه؟ هو انا لو عشنا ان شاء الله، مش حرب، لو عشنا ان شاء الله. قالت له اطلب طلب واجيبه لك وتروح معايا الكنيسه. قال لها اطلب طلب، عاوز اكل مهلبيه. قالت له مهلبيه؟ هو في حد لاقي ياكل دلوقتي يا راجل؟ لو جبت لي مهلبيه اروح معاك الكنيسه. والطيارات الانقاذ رمت عليهم في نفس الوقت الانقاذ اكل ولحمه وعلب مقفوله كده، فتحها لقيها مهلبيه. قال لها يا سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. طوبى لإنسان يعيش في التجلي على الأرض، هي ملكوت الله في داخلكم. قصة حقيقية على قوة الملكوت، ماريا والمهلبية. قصة حقيقية، ماريا والمهلبية. يعني بعض الناس يهيأ لهم ان الكلام ده خيالي. لا من ربنا بتاع زمان هو بتاع دلوقتي، ما اتغيرش. ما مين اتغير؟ حضاراتنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوام، هو. حد يقدر ينكر ان البحر الاحمر ما اتفتحش؟ حد يقدر؟ حاجه شيء، ما هو ربنا بتاع زمان هو بتاع دلوقتي، ما حدش يقدر ينكر. قصه حقيقيه للناس اللي عايشين في قوه الملكوت، ماريا والمهلبيه في الحرب العالميه، مش عارف الثانيه ولا الاولى، وماريا في يوغوسلافيا، وبيدخل الجنود ياخدوا الناس والجيران يسبوهم، وراحوا لماريا تحت المهلبيه اللي عايشه بقوه الملكوت. واللي يعيش يا جماعه بقوه الملكوت عارف كلهم ياكل مهلبيه. ايه المهلبيه دي؟ انا عارف اكله مش اكله بس كده يعني فور ريفريشنج يعني. حلاوه واحد بحل بقه معاها طفلها الصغير، راحت قالت لهم اخذ ولد، قال لها تاخديش. وراحوا خدوها وراحت في مكان، وكانت تقف تصلي تقول له بقوة الملكوت اللي في داخلها: أشكرك يا رب على الحرب وعلى السلم، أشكرك يا رب على ابني معاي وابني مش معاي. فدلعت راحت في مكان اشتغلت فيه ممرضة، لقيت ابنها وانبسطت قوي بابنها ان شافت ابنها. وكانت تصلي تاني، فجالها واحد من الجنود وقال لها بتصلي على ايه؟ على الحرب اللي احنا فيه. قالت له نشكر ربنا، لولا الحرب ما كنتش هقف اصلي. ده احيانا ربنا يجيب لي تجربه يزغزغني بيها كده عشان اقول يا رب. بقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لي بتعمل كده عشان تقول يا رب. دايما اقول قانون للناس، اقول لهم الاسبوع 7 ايام، 6 للهم ويوم للرب. تدي يوم بتاع الرب ينسق لك ال6 الهم، يعمل لهم اورجنايزيشن. وعلى راي بنت في الزمالك من 20 سنه صغنطوطه كده، رفعت يدها قلت لها اتفضلي يا هو ذا بيست اورجنايزر. وما تديش يوم الرب يروح يشخبط لك ال6 الهم، واول ما تقول يا رب يقول لك كم انا اديتك التجربه دي عشان تقول يا رب. قالت هو لولا الصلاه بتاعتنا، لولا الحرب كنا هنصلي. الانسان اللي فيه قوه الملكوت في داخله يصلي مع كل الظروف، مع كل الاحوال، في كل حال، في كل الاحوال يشكر ربنا على النتيجه زي بتاعت الاخ كده في كل الاحوال. قالت لما تيجي تصلي معايا في الكنيسه، قال لها اصلي معاك في الكنيسه؟ هو انا لو عشنا ان شاء الله،
مش حرب؟ لو عشنا ان شاء الله. قالت له اطلب طلب واجيبه لك وتروح معي الكنيسه. قال له اطلب طلب، عاوز اكل مهلبيه. قالت له مهلبيه؟ هو في حد لاقي ياكل دلوقتي يا راجل؟ لو جبت لي مهلبيه اروح معاك الكنيسه. والطيارات الانقاذ رمت عليهم في نفس الوقت الانقاذ اكل ولحمه وعلب مقفوله كده، فتحها لقيها مهلبيه. قال لها يا هو إلهك ده بتاع اللي ممكن يجيب مهلبية؟ قصة حقيقية. ماريا والمهلبية اللي عايش في ملكوت الله على الأرض لا يهمه لا موت ولا تجارب ولا وما نطلب بشفاعة الست العذراء من نور لا أن تلغي الحوادث المدنية، دي طبيعة، ولا التجارب الأرضية، ولكن أن تقوى قوة الملكوت في داخلنا ونعيش مع ربنا يسوع المسيح. منا من يكون يعقوب، ومنا يكون بطرس، وواحد فينا يكون يوحنا، وحد فينا يكون موسى، والآخر يكون إيليا، ونتعجب من هذه العيشة الموجودين فيها على الأرض ونقول له جيد يا رب أن تكون هنا، ولك نصنع 3 خيام، واحدة ليك وواحدة لإيليا وواحدة لموسى. فجاءت الخيمة وظللتهم وصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هي الكنيسة وهي العيشة مع ربنا بقوة الملكوت. جبل تجلي، كل سنة وانتم طيبين في عيد التجلي 22، وربنا يعطينا أن نعيش في داخل كنايسنا، داخل أدورتنا، داخل بيوتنا، داخل شوارعنا، داخل عربياتنا، وداخل في التجلي. والصوت في ودننا يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، سيهون علينا كل تعب. احملوا نيري هين وخفيف، تعلموا مني لإني وديع متواضع القلب، تجدوا راحة لنفوسكم. لو عجبك الفيديو وحسيت انك اخدت بركة الكلمة من خلاله، اعمل لايك وشير للفيديو مع اصدقائك على صفحات التواصل الاجتماعي. وما تنساش تعمل اشتراك على قناة اليوتيوب، وكمان تفعل جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.